صوت الحرية، كل الأخبار، كل الموسيقى. صوت الحرية، غيرنا موجة وما تغيرنا. نحن 90.1، وتابعونا على موجتنا الجديدة 89.9 بدلت. موضوع حالتنا ما بقى عم نستخدمها بحياتك. هلا البلدية قصتهم شوي كبيرة. كثير أسئلة بعد ما طرحناها. ضيف مع سحر، لقاء أسبوعي مع ضيوف ومواضيع متعددة بأغلب المجالات الحياتية. ضيف مع سحر، إعداد وتقديم سحر الغريب، كل ثلاثة الساعة 12 الظهر عبر صوت الحرية. يسعد أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة صوت الحرية. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ضيف مع سحر. معي أنا سحر الغريب في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج الزميل علي قبلان. موضوع حلقتنا لليوم عن العلاقات العاطفية، سواء كانت السليمة أم السامة، عن حب التملك، الغيرة، الخيانة وغيرها من المواضيع الكتير مهمة. مع ضيفة حلقتنا المميزة جدا الكوتش حنان الدنا، مدربة حياة، وهي أيضا ضيفة البرنامج المعتادة شهريا. أهلا وسهلا فيكي كوتش. بونجور سحر، كيفك؟ شو أحوالك؟ الحمد لله بخير. كيفك بهالشوبات؟ هيدا حالنا جميعا. قطعت الكهرباء يمكن. كوتش حنان، اليوم حلقتنا مثل ما قلت بالبداية عن العلاقات العاطفية وما ينتج عنها من كتير شغلات، خيانة، حب تملك وغيرها. أكيد حنطرق لها خلال الحلقة. بداية عارفينا عن العلاقات العاطفية السامة والعلاقات العاطفية السليمة. عارفينا أكثر عنها وخبرينا. أكيد. بداية تنعرف شو هي العلاقات العاطفية بشكل عام. هي عبارة عن مشاعر وروابط بتجمع بين شخصين على أساس الحب والاهتمام والانجذاب، وعلى أساسها بينخلق في تواصل وجداني وروحي بينهم. وكمان غالبا ما بيأثر هيدا الشيء على سلوكياتهم وعلى تصرفاتهم على أفكارهم وعلى حياتهم اليومية. هلا تنميز بين العلاقات الصحية أو السليمة والعلاقات الضارة. العلاقات السليمة والصحية هي اللي بتكون مبنية على أسس مثل الثقة، الاحترام، احترام حرية الشخص الآخر وحياته بنفس الوقت. بيكون فيها تواصل سليم، بيكون كل شخص منهم قادر يعبر عن الأمور اللي عم بتضايقه بطريقة سليمة. بنفس الوقت بيكونوا قادرين اثنيناتهم انه يكونوا عم بيحلوا مشاكلهم وخلافاتهم بطريقه صحيه. بينما العلاقات السامه او الضاره فاكيد طبيعي بعكس العلاقه الصحيه. بيكون فيها انعدام للثقه وتلاعب، بيكون فيها عدم احترام، عدم احترام لحرية الآخر حتى ولمساحته الشخصية. يعني بصير في غياب للمساحة الشخصية، وبنفس الوقت التواصل بيكون بيناتهم بطريقة سلبية. هون يعني بصير في تملك، يعني العلاقات العاطفية. هلا فينا نقول بارت منها بيروح لموضوع التملك، بس هي بشكل عام نحن فينا نعتبرها انه هي علاقة منا صحية، لانه باكثر الاوقات بتكون بتخلي الواحد يحس بالتوتر، بالضغط، بالاكتئاب. يعني بتروح إلى تأثيراتها طبيعي. ففينا نعتبر انه كل علاقه صحيه هي عباره عن العلاقه اللي بيكون عم يشعر فيها الشخص بالراحه وبالامان وبالحب، بينما كل علاقه بيكون عم يحس فيها شخص بالاستنزاف بالطاقه وبالتوتر وبالخوف وبالقلق. هيدي فينا نعتبرها علاقه غير صحيه وعلاقه سامه. اوكي. شو